مساء الورد على احلى ناس متابعيني. النهارده ان شاء الله هعمل لكم وصفه من وصفاتي المميزه واللي انا بعتز بيها بجد. بس انا قلت ادلعكم بقى شويه. هنعمل مع بعض تورتايه صغيره جميله وطعمها يجنن، ولو جربتيها مش هتعرفي تجربيها تاني من بره او تجيبيها من بره. هتنفعك في مناسباتك، عيد ميلاد عندك، مناسبه حلوه، نجاح، هديه لحد تاخديها معاكي. هي في نفس الوقت كمان يعتبر حاجاتها اقتصادية مش غالية، بس بتدينا نتيجة بجد مبهرة وبتتفاجئي بيها ان شاء الله. فتابعيني لاخر الفيديو لان في كذا ستيب كده او خطوة هعملها مهمين، فلازم تشوفي الفيديو كله. سواء الكيكة او الحشوة. هي التورتة طبعا بتبقى كذا خطوة، الكيكة الاساسية والحشوة، وفي كذا طبقة بتتحط على الكيكة عشان تدي نتيجة حلوة. فنبدأ الأول بالكيكة الأساسية اللي هي السبونج كيك أو الكيكة الأسفنجية. هتتكون معانا من إيه؟ أول حاجة 4 بيضات كاملين، حط عليهم 3 معالق صغيرين فانيليا سايلة. تمام، الفانيليا سايلة بتبقى أحسن حاجة نضيع بيها زفرة البيض، وبتدي ريحة حلوة قوي للكيك. تمام. ومعاها 100 جرام سكر او نص كوباية سكر، اللي هو مج الشاي اللي احنا بنشرب فيه الشاي، نص كوباية كده. تمام. ونص كوباية لبن او 100 ملي لبن، لبن عادي. ومعلقة كبيرة خل او نص معلقة. ما تقلقيش من الخل في الحلويات، بيديها طراوة حلوة قوي قوي، وبتساعد برضو ان نضيع زفرة البيض. وبالنسبة للدقيق، معايا 140 جرام دقيق، محطوط عليهم حوالي 25 جرام كاكاو. 140 جرام دقيق يعني حوالي كوباية مليانة دقيق. تمام. ومعلقتين 3 كبار كاكاو. بس طبعا هعيد تاني عليكم، الميزان ضروري في مطبخنا، هيخلينا يدينا نتائج احسن ودقيقة اكتر. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هبتدي اضرب البيض لوحده لغاية ما يديني قوام معين. تمام، وهرجع لكم باذن الله. دلوقتي لما البيض وصل معايا ان في بابلز كده فوق الوش وارتفع الى حد ما، بنزل بكمية السكر كلها اللي معايا اللي هما نص كوباية، وبكمل ضرب لغاية ما يديني قوام معين هوريه لكم. في نص ما انا بشتغل هنزل بمعلقة الخل اللي معايا واكمل ضرب. ودلوقتي زي ما احنا شايفين خليط السكر والبيض بتاعنا ما شاء الله خد فوليوم. ازاي اعرف ان كده الضرب تمام؟ اولا لازم يعمل بوستين كده فوق الوش لما اشيل المضرب، ولما اشيل حبة من العجينة وامشي كده اللي نزل من الويسك بتاع المضرب ما ينزلش تحت. يعني معنى كده الخليط بتاعي بقى تقيل وجاهز ان احنا نكمل الكيك بتاعنا. دلوقتي هعمل ايه؟ هنزل بمقدار اللبن اللي معايا واكمل ضرب. دلوقتي بعد ما خلصت ضرب اللبن مع خليط البيض والسكر، هنزل بنص مقدار الدقيق والكاكاو. الدقيق والكاكاو انا ضفت لهم ذرة ملح او يعني ربع معلقة ملح، ومعلقتين صغيرين بيكنج باودر، ونص معلقة بيكنج صودا. تمام. ونخلتهم قبل كده مرة، يعني دي المرة التانية في النخل. هضيف الخليط الجاف بتاعي الدقيق والكاكاو على مرتين، وهضرب بالمضرب. هكمل بمضرب البيض عادي. انزل بالجزء التاني من الدقيق واكمل ضرب. بعد ما بخلط الدقيق بالخليط اللي عندي عشان اطمن ان كل الخليط بتاعي تداخل، بجيب سباتولر زي ده وبقلب بحرص شديد كده. حاول ان انا مطلعش السباتولر من الخليط، يعني وهو تحت كده اقلب. تمام. ودلوقتي هجيب الصينية بتاعتي عشان احط فيها خليط الكيك السبونج بتاعي. هجيب عندي صينية زي دي اللي هي بتتقفل وتتفتح عشان اطلع منها الكيك بسهولة، وبطنها بزبدة، وبعد كده احط ورق زبدة بالمنظر اللي انا عاملاه، وانزل بالخليط بتاعي واحدة واحدة. تمام. انا طبعا اول ما ابتديت اشتغل في الكيك وانا فاتحة الفرن بتاعي على درجة 180 درجة مئوية، واحطها في الرف اللي في النص. بتقعد حوالي 40 دقيقة، ولما تطلع هنكمل التورتة بتاعتنا.
بس، والكيك في الفرن. هشتغل دلوقتي معاكم اوريلكم الحشوة بتتعمل ازاي. ودلوقتي هنبتدي نعمل كريمة الشوكولاتة او موس الشوكليت اللي احنا هنحشي بيه التورتة بتاعتنا وهنغطيها بيه. فهبتدي اول خطوة في موس الشوكولاتة اللي بعمله، انا بعمله بطريقة مختلفة شوية، بيبقى غني جدا وطعمه مميز قوي. هبتدي اجيب عندي 200 جرام كريمة لباني طازة، اللي هي اللباني الطبيعية بتاعتنا، حوالي كوباية كريمة، هي بالظبط 200 جرام، وعليها 50 جرام سكر باودر او ربع كوباية. وكالعادة لازم اي حاجة باودر معايا بنخلها. تمام، هنزل بالسكر على الكريمة وابتدي اضرب لغاية ما تديني القوام اللي انا عارفاه اللي هو بتاع الكريم شانتيه. بس انا مش دي اللي انا عايزاه، هو لسه هيدخل معايا في موس الشوكليت اللي انا هعمله دلوقتي. ده القوام المناسب للكريمة اللي انا عايزاه. هعمل ايه دلوقتي؟ هحطها في التلاجة واكمل موس الشوكليت. ودلوقتي هنبتدي نعمل مع بعض أبسط موس شوكليت أو كريمة شوكليت لحشوة التورتة، وفي نفس الوقت طعم جدا جدا وبحاجات بسيطة قوي. دي بيضة معايا عليها شوية فانيليا، هبتدي أضربها ببساطة. بعد ما ضربت البيضة بتاعتي وشوية الفانيليا عطتني فوليوم بسيط، مش عايزة فوليوم اكتر من كده، حتى ممكن اضرب بويسك يدوي عادي، مش لازم اضرب البيض الكهرباء. بنزل دلوقتي، انا عملت شوية شربات زي ما انتوا شايفين او سيرم، هو عبارة عن ربع كوباية بالظبط كله على بعضه، 80 جرام سكر و80 جرام مية. هنزل بنصهم على البيضة، نصهم بالظبط. تمام، لان نصهم التاني انا هستخدمه في حاجة كمان شوية. تمام، وهكمل ضرب. بعد ما ضربت البيضة والشربات، انا معايا دلوقتي مقدار شوكليت بني، حوالي 125 جرام او 4 مكعبات اللي هي المكعبات الصغيرة العادية. بنزل بيهم على البيضة وهكمل ضرب. دلوقتي الكريمة اللي أنا ضربتها من شوية مع شوية سكر الباودر كانوا في التلاجة، طلعتهم. الخليط بقى اللي أنا ضربته بتاع الشوكليت، هبتدي أعمل إيه؟ أنزل عليه بمعلقتين كريمة كده. تمام، وأبدأ أدوب الخليط الكريمة مع الشوكليت عشان أبتدي أجمع الموز بتاعي واحدة واحدة كده. شايفين ما شاء الله اللون هيبتدي يبان معايا، بس لسه مقدار الكريمة انزله مثلا على مرتين. نزلت بنص اهو واقلب. انا عايزاكم تشوفوا تطور اللون بتاع موس الشوكليت بتاعنا عشان نشوفه هو بيتعمل بمنتهى السهولة والروعة. بجد لما هتجربيها من ايدك مش هتعرفي تجيبي تورتة تاني من بره، لان موس الشوكليت الطبيعي اللي احنا بنعمله على ايدينا بيبقى طعمه رهيب، غير الشوكولاتات المصنعة اللي في السوق. على فكرة الشوكولاتة اللي أنا بستخدمها شوكولاتة حلويات، مخصوصة للحلويات، بتبقى عدبة. بعتمد على السكر بتاعي. الموس الشوكولات مسكر من ايه؟ من الشربات اللي أنا نزلت بيه، ومن السكر البودر اللي في الكريمة. تمام، وأقلب تاني. شايفين ما شاء الله اللون بيفتح معايا ازاي؟ شكل الموس تحفة. على فكرة ممكن يتحط في كاسات ويتاكل كده. ده يعتبر بودنج او موس شوكليت، ده بيتباع غالي جدا في الهايبرز الكبيرة او السوبر ماركت او الحلوانية الكبار بيعملوه، بيبقى غالي جدا. شايفين القوام ده؟ انا بس هحطه في التلاجة حوالي نص ساعة عشان احنا في الشتاء الجو حلو، لو في الصيف بيقعد اكتر من كده. وبعد كده نبتدي نحشي بيه ونعمل كفرج او نعمل كفر للتورتة بتاعتنا. دلوقتي ما شاء الله شايفين الكيك بتاعنا طلع معانا من الفرن، شكله تحفة تحفة وريحته احلى بجد، وكيك سبونج فعلا او اسفنجي. يعني ما شاء الله الحمد لله النتيجة مرضية جدا. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هقسم الكيك من النص جزئين. تمام، هقسمه وارجع لكم. دلوقتي انا قسمت التورته بتاعتي لجزئين، الجزء اللي تحت والطب. تمام، انا هسقي بقيه الشربات اللي سبناه، سخنته تاني
وهسقي بيه الكيك بتاعي عشان ازيد الكيك طراوة ويتشرب ويبقى طعمه حلو. فانا هسقي جزئين زي بعض ونكمل. دلوقتي انا عملت ايه، طلعت الموس الشوكليت بتاعي اللي انا عملته وكان في التلاجة. هبتدي احطه في وسط التورتة كده، طبقة محترمة كده حلوة عشان تبقى الحشوة غنية. تمام، احط جزء واحاول ان انا ما امشيش عليه، احطه افرد ايه بسيط قوي قوي يعني. تمام، ببدأ بالنص طبعا لبره. هكمل بقية الحشوة مع نفسي كده. انا فردت الموس على الجزء اللي تحت من التورتة على القاعدة، وهجيب الجزء اللي فوق احطه عليه. بعد ما جبت الجزء اللي فوق وحطيته على القاعدة، بجيب بقية الشربات بسقي بيها التورتة عشان تبقى كل التورتة بتاعتي مسقية شربات زي بعض ونفس الطعم. بعد كده بحاول ان انا اوزع بقى بمنتهى التركيز كده الموس على التورتة من فوق. ببدأ برضو من النص لبره. تمام، بنزل كده واحدة واحدة وافرد بالسباتشولر، احط في حتة فاضية ما فيهاش موس واطلع على بره. وبالطريقة دي بحط الموس للتورتة كلها. وبالجناب برضو هو الموس مسك الى حد ما، انا ممكن اسيبه ينزل على الجناب بطريقة انسيابية، مش لازم يبقى منتظم والشكل بيرفكت، المهم الطعم يبقى حلو. متنسوش ان دي حاجة بيتي، اهم حاجة تبقى عاملاها بمزاج كده والطعم يبقى رائع، النتيجة هتبقى تحفة. بحاول ان انا افرد الموس على التورتة كلها، وهحاول ان انا ادهن الجناب. تمام، واحدة واحدة كده. هي الكيكة هتتشرب مني الموس، شايفين المنظر؟ وبالطريقة دي هغطي التورتة كلها بموس الشوكولات اللي عملناها. ودلوقتي زي ما احنا شايفين التورتة بتاعتنا، وشايفين شكلها حلو جدا ازاي واتساوت معايا ما شاء الله. دلوقتي هعمل ايه، هحطها في التلاجة. لسه في طبقة شوكولات هتتحط بطريقة تانية مش الموز ده، لسه هعمل حاجة اسمها جلاساج، عبارة عن كريمة لباني وشوكولات. هنشوف مع بعض هنعمله ازاي ونغطي بيه تورتتنا ازاي. خليكوا كملوا الفيديو معايا لان النتيجة هتبقى مرضية جدا ومبهرة بالنسبة لكم وبالنسبة لي. فالموضوع يستاهل ان احنا نصبر شوية. هنحطها في التلاجة بس تمسك نفسها كده ساعة ولا حاجة، ونرجع مع بعض نكمل التورتة بتاعتنا. دلوقتي بقى هعمل ايه، انا جبت شوية كريمة حوالي 3-4 معالق كريمة واربع مكعبات شوكليت زي ما احنا شايفين. مجرد ان انا هدوبهم على النار، ده بقى اسمه جلاساج، هغطي بيه التورته بتاعتي. تمام، هدوبهم على النار وهنستنى هنشوف هنعمل بيهم ايه. ودلوقتي بقى التورته بتاعتنا طلعناها من التلاجة. زي ما احنا شايفين موس الشوكليت مسك وبقى شكله جميل ما شاء الله لا قوه الا بالله، عامل زي المرايه. دي النتيجه اللي انا عايزاها. شايفين التورته بتاعتي عاليه وجميله الحمد لله. الواحد لما بيعمل حاجه بايده وتنجح بيبقى فيه سعاده جميله كده، ربنا يديمها. وشطورين كده وتعملوا حاجات حلوه بايديكم بجد. لو انت حبيتي الحاجات دي وخدتي فيها هتضيعي فيها وقت حلو جميل، تطلعي فيها طاقة، حاجة جميلة يعني. طبعا انا مش هسيب التورتة بتاعتي بقى كده بس، مش هكتفي بالكلام ده، لا انا لازم ادلعها واروشها. فهعمل لها ايه، عملت حاجة اسمها جلاسيه شوكولاتة اللي احنا عملناها سوا، هي بس شوية كريمة على شوية شوكليت. تمام، هعمل ايه، هنزل بيها فوق التورتايه بطريقة كده ايه يعني عشوائية او سيرياليزم، مش حاجة معينة. هبدأ من النص، هفضل اوزع من النص. تمام، واطلع على بره. هو عشان انسيابي هو لوحده هينساب لبره. تمام، هينزل كده على بره، بسيبه ينزل على جوانب التورته بطريقه مش منتظمه،
زي ما ينزل، واخدين بالكم؟ حتى ما بحاولش مثلا، يعني لو فردت بالمعلقه او بسباتولر او باي حاجه بتبقى حاجه بسيطه جدا. هو المفروض ان هو بيتفرد لوحده. شايفين ما شاء الله شكله ناجح وجميل ازاي. بحط بقى من بره، انا حطيت كده في النص، حاول بقى احط من بره كده. تمام. هفضل احط كده من الجناب من بره. دلوقتي استنيت بقى لما الجلاساج بتاعنا برد شويه. هنزل بقى، ضربت شويه كريم شانتيه كده. عايزه تجيبي باكو كريم شانتيه اضربيه بميه متلجه، او كريمه فاضت معاكي تضربيها بشويه سكر باودر زي ما انا عملت وتنزلي بيها. تمام. انا هحاول ان انا اعمل ورد على جناب التورته او اي شكل يجي معايا. تمام. اي شكل يجي معاكي هيبقى جميل وزي الفل. المهم ان انتي تعمليه بروقان كده وبحب، هيطلع منك جميل جدا. تمام. وعشان احنا النهارده بقى بنحتفل بليلة راس السنة، السنة الجديدة، هحاول ان انا اكتب السنة الجديدة. تمام. 20/2. تمام. نحاول هنا بقى نكتب في الحتة الصغننة 3. تمام. انا هحاول ان انا اكملها برضو، بس المهم الفكرة. شايفين حاجة بسيطة جدا طلعت مني شكلها حلو ازاي؟ يا رب تجربوا الوصفة بإذن الله هتعجبكم، وبالهنا والشفا، وإلى اللقاء في وصفة تانية إن شاء الله. عايزة أكمل معاكم الديكوريشن بتاع التورتة بتاعتنا. ما حبيتش أعمل حاجة لوحدي، هحط بس في كل وردية عين جمل كده. هنزل بكل وردة كده. ادي الوردة التانية، الوردة التالتة. شايفين حاجات بسيطة بس بتفرق لما بتتعمل بإيديكي، بتبقى طعمها يجنن. ولا أغلى حلواني يعرف يعمل تورتاية زي دي. ونحط بقى كريزة جنب عين الجمل، جنبها كده. شايفين بقى شكلها جميل ازاي؟ ايه رأيكم بقى في الشكل ده؟ جميل، يستاهل ان انا ارجع تاني. انا كنت عايزة اوريكم كل حاجة بعملها. تمام. وبكده شكل التورتة بقى جميل جدا معانا، وهابي نيو يير ليكم كلكم.